دول عربيتين ما شاء الله عليهم، بوقفهم بدراعتي وبكتافي. دي بكسرها بفصلها من بعضها. دي طبعا بتضخ سم في بقي، السم ده بشربه. معنا أعزائي السيد عفيفي وأولاده، وبيشرفنا وجود الدكتور عادل عاشور أستاذ الوراثة الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. تعبانين ولا همك وكبرى كمان؟ يعني السم مش بيأثر في حضرتك؟ لا معايا ما بيأثرش. معايا أولادي برضو، محمد بيتعامل مع التعابين وبيشرب السم بتاعهم وبياكل عقارب. يعني معلش، حضرتك اكتشفت في نفسك القدرات دي وانت عندك كام سنة؟ وانا سني 8 سنين. 8 سنين. ابتديتها بايه؟ ابتديتها باكل المسامير، بشرب ميه النار. تشرب ميه نار؟ ميه النار حارقة، يعني المفروض انه لو شربتها تتهتك الاعضاء الداخلية. الحمد لله، دي حاجة من عند ربنا سبحانه وتعالى. طب ما فيش انسان يعني طبيعي هيفكر انه يشرب ميه نار؟ لا انا شربتها. يعني انت ايه اللي اوحالك انك تشرب ميه نار كده من غير ما تخاف بالاثار اللي ممكن تعملها فيه؟ لا، حاجه من عند ربنا كده، يعني جت جموديه القلب ولقيتها، يعني الحمد لله. حد مثلا قال لك ما نشوفك بقى تقدر تشرب ميه النار ولا لا؟ لا، هي كانت في الاول خالص ما كنتش المقصود ان انا اشرب ميه النار، انا كنت مفكرها ميه معدنيه. كنت جاي من شغل وبقيم الازازه لقيتها ميه نار. كملت شغل؟ كملت، لقيت الناس خايفه وودوني المستشفى، قلت لهم يا جدعان ما فيش حاجه. الحمد لله. الدكاتره قالوا لك ما فيش حاجه؟ لا ما فيش حاجه خالص، كل حاجه طبيعيه، كل حاجه تمام. ونفس الحكايه بالنسبه لاولادك؟ اسم الله. نفس النظام برضه. كان عندك كم ولد وبنت؟ عندي 12. بسم الله ما شاء الله. وكلهم فيهم القدرات الخارقه؟ دول بس. 2 دول بس؟ طب بنتك بتعمل ايه؟ البنت بتعمل حاجات برضه كويسه، يعني بتضرب السيف بطنها بينكسر او بينتني. ما شاء الله. تاكل ازاز، تاكل مسامير. طب انت ازاي عرفت ان ولادك دول الاثنين هم اللي عندهم؟ اذا بسم الله ما شاء الله عندك 12، يعني ال 12 جربوا ولقوا ان ما عندهمش القدرات دي؟ لا ما جربوش، لان يعني دول لما بيشوفوني بعمل حاجه بيبقوا حاطينها في دماغهم. دخلت على سمر مره لقيتها قاعده عماله تاكل في المسامير، فضلت مراقبها كده من بعيد وقلت اما اشوفها هتعمل ايه، لقيت الحمد لله نفس النظام محمد برضه. انما التانيين ما جربوش، لان طالما ما عندهمش الحاجه مش جايين عليه. وحضرتك كمان بتاكل عقارب والفحم المشتعل؟ باكل عقارب وباكل التعابين وبشرب السم بتاعهم. طب واللمبات النيون دي مش فيها؟ اللمبه دي في قلبها بودره سامه. طب ممكن نشوف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كل
طب انت اديتها لاولادك ليه؟ ولاد لما ياكلوا اللندا الازاز دي ياكل حاجه جديده. ايه شديده بقى؟ يعني مسامير. مسامير؟ يعني دي حاجه خفيفه؟ بس دي البودره السمنه. بسم الله ما شاء الله. بقى تبلع بميه النار؟ لا دي ميه عاديه. ما بيحصلش ألم في المعدة بعد الأكل الزجاج؟ لا يعني الحمد لله، وعملوا لي كشف طبي في مستشفى عين شمس تخصصي، ما فيش اي حاجه. طب وانت فعلا بتتني المسامير في جلدك؟ لا كنت بعملها بس انا ما بقتش اعملها دلوقتي. وايه ده سيف ده ولا سكينه سيف. كبيره ولا؟ سيف. بتعمل بيه ايه بقى؟ ده بكسره في بطني او بينتني. بتتنيه في بطنك؟ اه. برضه بنتك؟ اجنبي. اه. ما شاء الله ما شاء الله عليك. طب وحضرتك بقى ايه اقوى حاجه عملتها في تاريخك دي كل حاجه قويه ان شاء الله عملتها. انا بعدي عربيه من على بطني وتحت مسامير. والله يعني طب هتاكل لنا مسمار؟ ماشي. ونبلع بقى بميه النار ونختم الفقره دي. وحضرتك بتطحنه الاول بسنانك؟ اتبلعت؟ دكتور يعني حضرتك النهارده حضرت معانا من اول الحلقه وشفت قدرات بسم الله ما شاء الله، يعني فوق الخارقه في بعض الاحيان. في تفسير علمي للقدرات دي؟ والله النماذج اللي احنا شفناها النهارده يعني طبعا مش محتاجه حلقه وحد في علم الوراثه يتكلم فيها، محتاجه مؤتمر علمي كبير دولي وابحاث تجرى على الناس دي اللي هم ذو المواهب الخارقه. لازم الناس دي يتعمل لها فحوصات وابحاث ونعرف ايه الغريب اللي في جسمهم او ايه اللي مش موجود في الانسان الطبيعي عشان نقدر نفسر هذه الظواهر الخارقه. هل هي عوامل وراثيه بس هي اللي بتتحكم في هذا الموضوع، ولا في بيئه محيطه، ولا في تدريب قوي بيحصل لهذا الموضوع؟ يعني احنا عندنا 3 عوامل مش هنخرج براهم: وراثه، بيئه، تدريب وتعليم. الوراثه احنا متاكدين من ان نصفنا الوراثي انا واخده من الام، والنصف الثاني او اي انسان واخده من الاب من خلال 46 كروموسوم، 23 زوج، 23 من الاب و23 من الام. بيحملوا تقريبا كل الصفات الانسانيه، وتقريبا يحملوا كل الامراض وكل الظواهر اللي بتحصل في الانسان. تمام؟ من خلال 46 كروموسوم ده يعيش